بيبدأ فيلمنا النهاردة مع هيران وتشو، اتنين عايشين على هامش المجتمع، من النوع اللي الدنيا أخدت منهم أكتر ما ادتهم. هيران بتكون بنت فقيرة أوي وظروفها ملطشة، بتبقى هي المسؤولة عن أختها الصغيرة بعد ما أبوهم سابهم زمان واتجوز واحدة تانية. أما تشو ده بقى فشاب صايع وبلطجي كده في نفسه، دايس في أي حاجة تجيب فلوس، صح غلط شغال، المهم إنه يطلع بقرشين حلوين. وهما الاتنين بيكونوا قاعدين في عربية، تشو بيقول لهيران أظن إن دي فرصة عمرنا اللي هتخليكي تنقذي أختك، وأنا كمان بقى أقدر أعالج ابني الصغير وأأمن مستقبله. تشو بيطمن هيران إنه عامل حساب كل حاجة. وهنا بنعرف إن أخت هيران مريضة ومحتاجة تعمل عملية غالية أوي، وعشان كده اضطرت تتفق مع تشو على خطف بنت رجل أعمال غني جدا عشان تقدر تدبر فلوس العملية. وفي وسط كلامهم فجأة بتظهر بنت ماشية في طريقها للبيت، وبتكون هي الهدف اللي تشو وهيران مستنيينه من البداية. البنت دي بيبقى اسمها جين، وفي أقل من ثانية تشو وهيران بيخبوا وشهم وبينزلوا يجروا ناحيتها وبيخدروها قبل ما تلحق تستوعب أي حاجة، وبعدها بيرموها جوه العربية وهم مكلبشين ايديها. بعدها بتروح هيران على محل عشان تشتري كل الأدوات اللي محتاجينها لزوم خطتهم، بس ساعتها بتوقف للحظة وبتمسك تليفونها وبتبعت رسالة لأختها عشان تطمن عليها، بس ما بتلحقش تعرف ردها، وده لأنها مجرد ما بتركب العربية تشو بياخد منها تليفونها وبيرميه من الشباك. وبعدها بيوصلوا هما الاتنين لبيت مهجور، وأول حاجة بيعملوها إنهم بيحفروا حفرة كبيرة وبيغطوها. بعدها بيقفلوا كل أبواب وشبابيك البيت بالإقفال، وبيأمنوا مداخل ومخارج المكان أكنهم بيجهزوا سجن محدش يقدر يهرب منه أبدا. وده كله عشان جين لو فكرت أو حتى حاولت تهرب متلاقيش قدامها أي فرصة. والغريب إن ده مكانش كفاية، لأن بعدها تشو هيران بيحولوا الأوضة اللي هتقعد فيها جين لسجن حقيقي، وبيحطولها سرير وبيركبوا عازل للصوت وبيقفلوا شبابيك الأوضة كويس قوي، وده عشان مهما صرخت أو حاولت تستنجد محدش يسمعها، وكل حاجة بتكون ماشية مظبوط زي الساعة تمام. هيران بعدها بتقعد تفتش في حاجات جين الشخصية، بتطلع البطاقة بتاعتها وبتقصها بالمقص، وشوية وجين بتفوق، وأول لما بتفتح عينيها بتتفاجئ لما بتلاقي نفسها على السرير ومتكلبشة فيه، وكمان بقها مقفول ورجليها مربوطة بحبل، وقدامها اتنين مخبيين وشهم، وبيكون واضح جدا إن تشو مش عايزها لا تشوف وشه ولا حتى تسمع صوته. بعدها تشو بيوجه نور الكشاف على جين وبيكتب لها على شاشة إنها لازم تتعاون معاه لو عايزة تحافظ على حياتها، وإن كل اللي هو محتاجه منها فلوس أبوها مش أكتر. تشو بيدي إشارة لهيران إنها تفك بق جين عشان تقدر ترد عليه، فجين بتترجاه وهي مرعوبة إنه يسيبها، وبتعرفه إن أبوها مش هيدفع وده لأنه مش غني زي ما هو متخيل. لكن تشو بيكتب لها إن المبلغ اللي طلبه ما يجيش نقطة في بحر من فلوس أبوها، ده غير إنها بنته الوحيدة يعني فأكيد هيدفع عشان يحافظ على حياتها. وكمان بيحذرها إنها ما تحاولش تكدب عليه وإلا هيكون التمن حياتها. وساعتها جين بتترعب من تهديده وبتعرفه إن بقالها 10 سنين ما شافتش أبوها وما تعرفش أي حاجة عنه أصلا، وبتترجى إنه يسيبها ويدور على حد تاني غيرها. وبعدها بتنهار من العياط، وطبعا بعد كلامها ده بتشو وهيران بيحسوا بالفشل وإن ممكن كل تعبهم يروح على الفاضي لو فعلا والد جين عاند وما دفعش الفدية. بعدها هيران بتقرب من جين عشان تقفل بقها بالقماش من تاني، بس بتتفاجئ بجين بتعضها من ايديها وبتفضل تصرخ وتنده على حد ينقذها. وفي اللحظة دي تشو بيفقد أعصابه وبيدي الجين بالبوكس في وشها، وهي مش بتستحمل وبيغمى عليها على طول. وبيطلعوا هما الاتنين من الأوضة وتشو بيبعت لوالد جين رسالة وبيطلب منه فدية $1,000,000 مرة واحدة. وطبعا تشو بيهدده إن لو بلغ البوليس يقول على بنته يا رحمن يا رحيم. ومش بس كده، ده كمان بيبعتله شوية صور تحرك قلبه علشان يتأكد إنه مش بيهزر. وفي اللحظة دي هيران القلق بيسيطر عليها وبتقوله إنها خايفة كل اللي خططوله يضيع، خصوصا إن البنت نفسها بتقول إن أبوها رميها ومش بيسأل عنها حتى. بس تشو بيرد عليها بكل برود وبيقول لها تقعد مع جين وتحاول تخليها تسمع كلامهم وتعمل كل اللي يطلبوه منها. تشو بعدها بياخد باله إن هيران مش بتاكل معاه، فبيقرب منها وبيطلب منها تاكل لكنها بترفض. ساعتها بيفهم إنها صعبان عليها جين وحاسة ناحيتها بالذنب، فبيتعصب منها لدرجة إنه بيحشر الأكل في بقها بالعافية، وبيقول لها إن خطفهم لجين مسألة وقت مش أكتر، وإنه ملوش دعوة بعلاقتها هي وأبوها مقطوعة ولا لأ، خلافاتهم العالية دي يبقوا يحلوها بعيد عنه، الحاجة الوحيدة اللي تهمه هي فلوس الفدية اللي هيخرج بيها من العملية دي. وبعد شوية شو بيجهز نفسه عشان يخرج من البيت، وقبل ما بيمشي بيدي لهيران جهاز صغير عشان أول ما يوصل يبعت لها إشارة، وكمان بيحط لها المسدس بتاعه في إيديها عشان تدافع بيه عن نفسها لو جين حاولت تهاجمها مرة تانية. تشو هو خارج من البيت بيقفل على هيران وجين ب100 قفل وترباس، وحتى بوابة الخروج عامل لها باسورد.
وده لأنه خايف واحدة منهم مخها يوزها كده ولا كده وتحاول تهرب منه. وبمجرد ما هيران بتتأكد إنه غار في داهية ومشي، بتجري ناحية الحمام وبتقف على حاجة عالية عشان تطول فتحة السقف، لأنها بتكون شايلة موبايل في الخباسة بدل اللي أخده منها، عشان تقدر تطمن بيه على أختها. وفعلا بتبعت رسالة لأختها بتسألها عن ميعاد العملية، وبتطلب منها تعملها وما تستناش، وهي هتقدر تدبر لها الفلوس قريب جدا. هيران بتفضل ماسكة التليفون تقلب فيه، وبيظهر قدامها بالصدفة خبر قديم عن أبوها وهو بيتبرع للفقراء. وطبعا بتكون عارفة إن كل ده تمثيل، وإن أبوها عامل فيها راجل البر والإحسان، بس هو في الحقيقة واحد واطي رمى بناته وما سألش فيهم طول السنين اللي فاتت دي. فبتقفل تليفونها وبتلبس القناع على وشها، وبتطلع على أوضة جين. وجين ساعتها بتقولها بصوت كله خوف إنها عايزة تدخل الحمام. وفعلا هيران بتنزل بسرعة تجيب لها جردل من الحمام عشان تستخدمه، لكن وهي طالعة بتلمح المسدس محطوط، فبتاخده عشان تأمن نفسها من أي حركة غدر. وبتروح لجين وبتحط لها الجردل قدامها وبتفك لها ايد واحدة عشان تقدر تتحرك، وبتشاور لها على الجردل عشان تستخدمه. فجين بتطلب منها تديها ظهرها عشان مكسوفة، بس أول ما هيران بتلف وشها بتتفاجئ إن جين بتهجم عليها وبتضربها. وساعتها المسدس بيقع على الأرض وبيتخانقوا مع بعض عليه، وجين بتحاول بكل قوتها تفك نفسها بأي طريقة. جين بتبقى قوية جدا لدرجة إنها بتقدر تشيل القناع من على وش هيران وتاخد منها المسدس كمان. فهيران بتتوتر وبتحاول تقنعها إن اللي بتعمله غلط ومش هيوصلها لحاجة، وإنها مستحيل تقدر تهرب من تشو. ولسه هتقرب منها ساعتها جين من غير ولا لحظة تردد بتضربها برصاصة في دراعها، وبتحذرها ما تقربش منها تاني وإلا المرة الجاية هتخلص عليها. فهيران بيكونش قدامها حل غير إنها تعرف جين الحقيقة اللي هتصدمها وهتصدمنا معاها. هيران بتقول لجين إنها تبقى أختها من أبوها، وعشان كده ما كانتش ناوية تأذيها خالص، هي بس اضطرت تعمل كده عشان تاخد فلوس من أبوها اللي رماها طول حياتها، لأنها محتاجة تنقذ أختها الصغيرة اللي مبقاش ليها غيرها في الدنيا دي بعد ما أمها ماتت. هيران بتطلب من جين تساعدها وتعتبر إن اللي هي فيه ده مجرد تمثيلية لحد ما ياخدوا الفدية من أبوها، وبتأكد لها إنها مش هتسمح بأي حاجة تأذيها بس هي توافق. ولكن قبل ما جين ترد عليها الجهاز بيدي إشارة لهيران إن تشو داخل على البيت. فهيران بتطلب من جين ترجع لها المسدس بسرعة، لأما تشو هيخلص عليهم هما الاتنين. بس جين بتقول لها إن كل كلامها ده ما دخلش عليها، خصوصا حكاية إن هما اخوات دي، وبترفع المسدس في وش هيران علشان تخلص عليها، بس بتتصدم لما بتلاقي المسدس فاضي أصلا. وساعتها هيران بتجري عليها بسرعة قبل ما تشو يوصل، وبيكون واضح إنها خايفة على جين من تشو أكتر من خوفها على نفسها كمان. وفي أقل من ثانية هيران بتاخد من جين المسدس وبتربطها زي ما كانت، وبتنزل بسرعة تظبط المكان وبترجع كل حاجة زي ما كانت عشان تشو ما يشكش فيها. وبتروح تفتح له الباب بنفسها وهي ميتة من الخوف لا يحس بحاجة. بس هو أول لما بيدخل بيلبس القناع على طول وبيطلع لأوضة جين، ولما بيشوف وش جين بيحس إنه في حاجة غلط، وده بيخليه يشك في هيران. فبينزل لها بسرعة وبيحط المسدس عند راسها، وبيسألها كانت بتعمل إيه طول الوقت اللي كان فيه برا، وبيحذرها قبل ما تجاوب إنها ما تكدبش عليه لأن بطلقة واحدة هيخلص عليها. هيران بتحاول تبان طبيعية وبكل هدوء بتقوله نزل بس سلاحك واستهدى بالله، كل الحكاية إن جين احتاجت تدخل الحمام مش أكتر، ولو مش مصدق روح اتأكد بنفسك. وفعلا تشو بيروح ناحية الحمام بسرعة وبيفضل يدور فيه يمكن يلاقي حاجة كده أو كده، لحد ما بيلمح على الأرض مسمار واقع، فبيتأكد إن هيران مخبية حاجة عنه. وساعتها بيفتح السقف وبيدور بإيده ويشوف هي مخبية إيه. هنا بقى هيران بتكون حاسة إن قلبها هيقف من الخوف، لأنها متأكدة إن تشو لو لقى الموبايل اللي مخبياه هينفذ تهديده ويخلص عليها. بس لحسن حظها هو عشان يعني هي غلبانة وقلبها طيب والمخرج مش عايز يطيرها دلوقتي، تشو ما بيلاقيش حاجة فبيصدق كلامها أخيرا. وبالليل بيطلب منها ترتاح شوية وهو هيسهر مكانها يمكن والد جين يرد على رسالته. فهرام بتسأله لو مردش هيكون ايه العمل، فبيقول لها إن كده مفيش قدامهم غير إنهم يعذبوا جين بالبطيء واحدة واحدة، يمكن وقتها تصعب على أبوها ويدفع لهم الفدية. ولما هيرام بتعترض بيفكرها إن ده اتفاقهم من الأول. فهيرام بتفضل تفكر في كلامه وهي حاسة إنها ورطت نفسها في مصيبة كبيرة، وكمان بتكون خايفة على جين أختها لا يعمل فيها حاجة يعني. ومن كتر الصراع النفسي اللي هي فيه بتروح في النوم ومش بتصحى غير تاني يوم الصبح، وبتلاقي تشوف المطبخ بيحضر لهم الأكل بنفسه، وبعدها بيطلعوا سوا لجين. وهيرام بتستغرب لما بتشوف تشو بيأكل جين بإيده، فبتقول بينها وبين نفسها يا سلام على الحنية، حنيتك أشعرتني يا أخي. وفي اللحظة دي عينيها بتيجي في عين جين وبتشاور لها عشان ما تحكيش أي حاجة من اللي حصلت امبارح. بس هيرام بتتصدم لما بتلمح الطلقة اللي ضربتها جين من المسدس مرمية على الأرض، فبتخاف جدا إن تشو يشوفها، فبتحاول تقرب منها بشويش عشان تجيبها.
لكن تشو بياخد باله وبنظرة واحدة منه بيخليها ترجع مكانها ومتتحركش منه. فهيران بتحط ايديها على قلبها من الخوف، لكن فجأة وهو قايم الطبق بيقع من ايده على الأرض. فبسرعة جدا هيران بتجري وبتحط المعلقة على الطلقة، وبحركة ذكية من جين بتعمل نفسها بتكح عشان تلفت انتباه تشو. وفعلا أول لما تشو بيلف وشه ناحيتها هيران بسرعة بتاخد الطلقة وبتحطها في بقها من غير ما يشوفها. وكمان قبل ما بتخرج مع تشو من الأوضة بتغطي جين وبتمشي. هنا تشو بيتفاجئ من اهتمام هيران بجين، فبيسألها عن السبب لأنه حاسس كده إن قلبها بقى رهيف وزي ما بيقولوا يعني الدم بيحن وكده. بس هيران بترد عليه بكل برود وبتقوله لا ده ولا ده، كل الحكاية إن جيم مينفعش تتصاب أبدا، وده عشان نضمن إن الفلوس متقلش وأقدر أعالج أختي. بس هو مش بيهتم بكلامها وبيخرج من البيت وبيقفل الباب عليها تاني. وساعتها هيران بتقعد لوحدها وبتفتح الكاميرا وبتتفرج على صور جين، وشوية وبتقوم تطلع لها الأوضة وبتشيل القناع من على وشها. وقتها جين بتسألها لو في أخبار جديدة عن أبوها، لو رد عليهم يعني سواء رفض أو وافق. لكن هيران بتقولها إن لحد دلوقتي مفيش أي رد وصلها. وساعتها هيران بتحاول تقنعها إنها تسمع كلامها وتساعدها عشان يخلصوا من الورطة المهببة اللي هما فيها دي على خير. وبتقولها إنها أول لما تاخد الفلوس هتسيب البلد كلها ومش هترجع تاني. وبعدها هيران بتعرف جين إنها ما كانتش تعرف أبوهم غير لما شافت صورته، وإن أصلا مش فارق معاها تعرفه أو لأ، وده لأن واحد زيه ما يستحقش يكون أب أصلا بعد اللي عمله فيها، ده كفاية إن أمها ماتت بسببه. هيران بتأكد لجين من تاني إن كل اللي خلاها تتورط في خطفها هي إنها محتاجة فلوس لعملية أختها عشان تعالجها قبل ما تموت هي كمان. فجين بتسألها عن تكلفة العملية وبتطمنها إنها تقدر تدفع لها الفلوس وتخلصها من الليلة دي كلها. لكن هيران بتقولها إن الموضوع مش سهل زي ما هي فاكرة، وإن المبلغ المطلوب للعملية كبير قوي، وما كانش في حاجة في إيديها غير إنها توافق على فكرة تشو عشان تنقذ أختها. فجين بتفكر شوية وبتقولها أنا عندي حل ممكن ينقذنا إحنا الاتنين، أنا هحولك كل الفلوس اللي معايا في حسابي في البنك وفي المقابل تخرجيني من هنا. وكمان جين بتوعد هيران إنها مش هتبلغ عنها البوليس، وده لأنها متعرفش أي حاجة عنها ولا حتى اسمها الحقيقي. وبتطلب منها تفكر في كلامها كويس قبل ما يفوت الأوان وتتورط في حاجة أكبر من كده. وشوية بيوصل تشو وبيدخل المخزن ياخد مسدسه، وبيعرف هيران إن والد جين رد ووافق يدفع الفدية، بس بشرط إنه يطمن على بنته لسه عايشة ولا لأ. فبعدها تشو بيطلع لجين وبيكتب لها إن أبوها عايز يطمن عليها قبل ما يدفع الفدية، فبيطلب منها بقى تزود عيار الشحتفة وتترجاه ينقذها بكل الطرق. وبترفض تنفذ كلام تشو، فبيضربها بالقلم على وشها وبيكتب لها على الشاشة إن خلقه ضيق ولو فضلت تماطل معاه أكتر من كده هيقطع لها صوابعها. ساعتها جين بتخاف من تهديده وما بيكونش قدامها حل غير إنها تسمع كلامه، فبتبص ناحية الكاميرا وبتوجه كلامها لأبوها وبتترجاه ينقذها من العذاب اللي هي فيه. بس فجأة جين بتغير كلامها وبتطلب من أبوها ما يدفعش الفدية، وبتقوله إن تشو ده عيل ملوش 3 لازمة ومش هيعمل حاجة. وبسبب كلامها ده تشو بيتعصب جدا وبيقرر ينفذ تهديده، فبيقرب من جين وهو ماسك آلة حادة في إيده وبيقفل بقها. وجين من كتر الرعب بتفضل تصرخ وبتستنجد بهيران تلحقها، اللي بتوصل على آخر لحظة وبتنجح إنها تهدي تشو وبتخرجه برا الأوضة. وشوية وتشو بيقعد يتفرج على الفيديو بتاع جين وهو مبسوط قوي وبيضحك على منظرها وهي مرعوبة. فهيران بتبصله بقرف وبتقوله إنها مش شايفة أي حاجة تضحك في اللي بيحصل ده، وبتطلب منه يخلص موضوع الفدية بسرعة بقى علشان يخلصوا من العملية دي. فتشو بيحس إن طريقة كلامها مستفزة شوية، فبيقوم ياخدها قلمين على وشها هي كمان. ومش بس كده لأ، ده كمان بيزقها على الأرض بكل قوته وبيقول لها طالما شايفة الموضوع سهل قوي كده اتفضلي انتي قابلي والد جين ووريني شطارتك. وقتها هيران من قوة الألم اللي أخدته بتدخل الحمام تغسل وشها، وهنا بتكتشف بالصدفة إن الطلقة اللي حاولت تتخلص منها في الحمام لسه في مكانها لأنه في مشكلة في الصرف. وفي آخر اليوم تشو قبل ما بيخرج بيديها حقنة منوم تستعملها لو حست بغدر من جين، وساعتها بيلاحظ آثار الضرب اللي اداهولها معلم لسه في وشها، فبيحاول يبرر لها اللي عمله وبيقول لها إنه هي اللي وصلته لده. وبيكمل عليها لما بيقول لها إنه مش قضية يعني لو اداها قلمين، ما هي طول عمرها هي والوجع أصحاب من يوم ما أبوها سابها ورماها في الدنيا تلطش فيها. وفي الآخر بيعرفها إنه بعت الفيديو لأبو جين ومستني منه الرد وبيسيبها وبيمشي. وبمجرد ما تشوب يخرج هيران بتتصل بأختها تسألها على ميعاد العملية، فأختها بتزعق فيها وبتعرفها إن العملية اتحددت خلاص وواقفة بس على الفلوس اللي هي وعدتها إنها تتصرف فيها. فهيران بتطلب منها تحاول تخلي الناس يصبروا عليها شوية وهي هتتصرف في الفلوس في أسرع وقت، بس أختها بتقفل السكة في وشها. وساعتها هيران بتحس بالعجز والإحباط. وشوية وهيران بتطلع لجين وبتقعد جنبها وبتبدأ تعالج وشها من آثار الضرب، وبتطلب منها بكل هدوء تسمع الكلام عشان ترحم نفسها من البهدلة والتلطيش اللي كل شوية بتشوفه ده.
فجين بتبدأ معاها وصلة نكد وبتحكي لها عن حياتها المأساوية من وهي طفلة، وبتقول لها إن أمها ماتت وهي يادوب لسه عندها 14 سنة، وكانت على طول بتتضرب من أبوها بسبب ومن غير سبب لحد ما اتعودت على الوجع وما بقتش تحس بيه. وإن كان على الكام ألم اللي أخدتهم فهو أرحم ليها من إنها تفضل تتذلل لواحد زي أبوها عشان ينقذها ويدفع لهم الفدية. وقتها جين بترجع تزن عليها تاني إنهم يهربوا سوا، وبتوعدها إنها تديلها الفلوس اللي في حسابها في البنك. ومن كتر الزن هيران بتحس إن ده ممكن يكون الحل الأسرع عشان تجمع فلوس العملية بسرعة، وفعلا بتطلع الموبايل من جيبها وبتقولها أنا موافقة بس الأول لازم أضمن إنك مش بتضحكي عليا، فخليني أتأكد فعلا إذا كان حسابك فيه فلوس ولا لأ، وبعدها هلاقي طريقة نخرج بيها من هنا. وعشان تصدقيني انتي كده كده مش هتسلميني الفلوس في ايدي دلوقتي. جين ساعتها بتلمح بالصدفة الحقنة اللي في جيب هيران، فبتجريها في اللي طلبته. لكن فجأة وأول لما بتلاقي فرصة جين بتاخد حقنة المنوم من جيبها وبتغرسها في رجليها، وهيران بتتصدم من اللي حصل وبتجري عشان تلحقها قبل ما تهرب. لكن للأسف تأثير الحقنة بيبدأ بسرعة وبتقع على الأرض مغمي عليها. وجين بتاخد بالها من المفتاح اللي وقع من هيران جنبها على الأرض، فبتحاول تقربه منها برجليها وده عشان ايديها متكلبشة، وفعلا بتقدر توصله وبتفك نفسها وبتجري بسرعة عشان تهرب. لكنها بتتصدم لما بتكتشف انها في بيت مهجور وكل الابواب مقفولة بمية قفل وترباس ومفيش حتى خرم ابرة تخرج منه. ساعتها بتفضل تخبط على الابواب زي المجنونة وبتنادي بأعلى صوتها يمكن حد يسمعها ويساعدها، لكن مفيش فايدة. ساعتها بتاخد الصدمة التانية، جين بتلاقي إن اللابتوب ده بتاع طليقها اللي مصدقت اتطلقت وخلصت منه، يعني تشو بيطلع طليق جين وعشان كده خطط يخطفها هي من البداية. في الوقت ده هيران بتفوق وبتطلب من جين ترجع مكانها قبل ما تشو يرجع، فجين بتقولها انت ازاي ما قلتيش ان تشو ده يبقى هو طليقي. فهيران بتقولها هقولك ازاي وانا لسه عارفة منك اصلا دلوقتي. فجين بتعرف هيران ان تشو مريض نفسي وحاول يخلص عليها قبل كده عشان يورثها، وده السبب اللي خلاها تتطلق منه. جين بتسأل هيران انتي اتعرفتي على تشو ازاي، فهيران بتقولها انها اتعرفت عليه في الشغل. وقتها هو ساعتها تلاقي ابوها ولما عرف انه غني اقترح فكرة الخطف والفدية وكل الحوار ده. فجين بتقول لهيران يا هبلة يا غبية تشو ضحك عليكي، احنا مش اخوات وابويا مش ابوكي، ده فهمك كده عشان يورطك معاه في حوار الخطف ويلبسك التهمة كلها ويخلع هو. وهو تشو يعني كان هيعرف مين هو ابوكي ازاي، فاكراه شغال في السجل المدني. هنا هيران بتفهم انها غبية ومغفلة وكانت من الاول ضحية زيها زي جين وتحت رحمة تشو، فدلوقتي هي وجين لازم يساعدوا بعض عشان يهربوا من السجن اللي حطوهم فيه تشو. هيران بتطلب من جين ترجع مكانها، وأول ما تشو يرجع هي هتحطله منوم في الأكل ويهربوا بعدها. بس تشو لما بيرجع مش بياكل من الأكل اللي هيران حضرته، وبيلاقي الطلقة اللي رمتها هيران في الحمام فبيشك فيها. وقتها بيلبس الماسك بتاعها وبيطلع لأوضة جين اللي أول ما بتشوفه بتتكلم معاه على أساس إنه هيران، فتشو بيفهم إنهم بيخططوا ضده، فبيحقن جين بمنوم وبينزل لهيران يعرفها إن فلوس الفدية وصلت ولازم يروحوا الغابة سوا ياخدوها. بس هناك تشو بيرمي هيران في الحفرة اللي عملوها وبيطلع مسدسه عشان يخلص عليها، بس هيران بتكون فضت له المسدس وفي ثانية بتاخد حجارة تضربه بيها وبتجري تهرب منه. بترجع على البيت بتفك جين وبينزلوا يستخبوا من تشو اللي بيكون رجع البيت وبيدور عليهم، وأول ما بيشوفهم بينزل فيهم تلطيش يمين وشمال وهم يا عيني مش عارفين يعملوا قصاده حاجة، لحد ما جين بتضربه على دماغه من ورا وبتمسك ايد هيران وبيجروا يقفلوا على نفسهم في أوضة، والأوضة دي بيلاقوا فيها شباك بيحاولوا يكسروه علشان يطلعوا منه، بس أول ما بيعملوا ده بيلاقوا تشوف وشهم بيديهم العلقة التمام. وكمان بيطعن هيران في بطنها وبيروح يخنق جين، بس جين بتمسك قطعة إزاز مكسورة وبتحاول تضربه بيها. في اللحظة دي هيران بتجمع قوتها وبتقوم تساعد جين، وفعلا هما الاتنين بينجحوا يخلصوا على تشو. هيران بعدها بتترمي على الأرض تنزف بسبب إصابتها، فجين بتمدلها إيديها وبتساعدها تمشي عشان يخرجوا من البيت الملعون ده. جين وهيران بيلاقوا فلوس الفدية في عربية تشو فبياخدوها وبيركبوا العربية عشان يبعدوا عن المكان، وكل واحدة فيهم ترجع لحياتها، بس مش أي رجوع، ولاد المحظوظة كل واحدة فيهم بترجع معاها مبلغ قد كده قادر يغير حياتها كلها. ولحد هنا فيلمنا بيكون خلص، قولولنا ايه رأيكم في التعليقات، ويا ترى كنتم متوقعين النهاية ولا لأ. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير وكمان تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، دعمكم مهم عشان نقدر نكمل، ونتقابل على خير إن شاء الله في ملخص جديد. سلام.